صباح الخير يا أحلى عالم، فيديو جديد وفنجان قهوة جديد، بس هالمرة فنجان القهوة من أحلى منطقة بجبال الساحل السوري، برج سلام، وتحديدا صلية بالتركمان. قدامنا مشاوير كتير حلوة باللاذقية، بتمنى تتابعوا الفيديو للأخير وتعملوا سبسكرايب ولايك وتعليق حلو إذا حبيتوا الفيديو، وكمان ما تنسوا إنه تشاركوا القناة مع أصحابكم. بدي ابديها من مطعم أبو سعيد يلي بيجمع بين الأكل الطيب، خصوصا الأكل البحري، سمك وهالقصص هاي، والقعدة اللي بتاخد العقل. هيك بتنقي هدول كلهم بلدي. الحلو بهيدا المطعم اني نحن اخترنا السمك اللي بدنا اياه، وهن على حسب طلبنا نحن يا بيشوا يا بيقلوا. وبصراحة الخدمة كانت سريعة وجابوا الاكل كتير بسرعة، والاكل كان كتير طيب مع المنظر الحلو هيدا. كل شي كان 10/10. طبعا اذا اجيتوا على اللاذقية ضروري جدا تجربوا اكلة السمك. حبيت أذكركم إني نحنا هيدون الفيديوهات اللي انتوا قاعدين عم تشوفوهن هن مقتطفات، يعني كل واحد من اخواتي صور شوي، وما كان في نية إني ننزلهم على يوتيوب، بس يعني حبينا نشارككم رحلتنا. وبصراحة يعني الرحلة هيدي كانت كتير حلوة، وحبينا يعني نعملها كذكرى على يوتيوب. فبدكم تعذروني إذا شفتوا هيك مقاطع مثلا عشوائية، لأني هدول كلهم متصورين من موبايلات مختلفة، فممكن أي مقطع مثلا يطلع لكم جودته تكون أحسن من التاني. هيدا بسبب الموبايلات المختلفة. وكمان أنا يعني حاولت إني جمعهم من إخواتي وأعملكم هيك فيديو حلو ولذيذ، وكلكم هيك تشوفوه بطريقة سلسة قد ما بقدر بصراحة. صراحة هالمنطقة جدا جميلة. شوفوا حتى على لون البحر، اللون هيك لون فيروزي نقي جدا وجميل. وبصراحة أنا جدا أغرمت بهذا المكان، من لون البحر لصفاوته للصخر اللي فيه. يعني بصراحة هيك مكان كتير حلو. إذا بدكم تحسوا حالكم إنكم أنتوا طلعتوا من سوريا، تعالوا على هيدا المكان، ما رح تندموا. بصراحة يعني هيك تجربة بتجنن. وكمان أهلا وناسا كتير طيبين، والأكل كان جدا طيب. فيعني أحلى مكان باللاذقية تقدروا انتوا تغيروا جو هو مكان صلية بالتركمان. الضيعة فيها كتير قعدات بسيطة وحلوة وعالشط مباشرة، وفي ناس بتخبز تنور إذا ما حابين تقعدوا بمطاعم. يعني في كل الأذواق ومناسبة لكل الميزانيات. اللي حبيته بهذا المكان إني عن جد نظيف، وهيك يعني بتحسوا انتوا لما تطلعوا لمحل وتلاقوه نظيف انتوا لحالكم هيك بتنبسطوا، وبتحسوا هيك نفسيتكم بترتاح. فيعني يا ريت هيك نحافظ على نظافة البلد، منه بتكون هيك صورة حلوة لإلنا دعم السياح كسوريين، وبنفس الوقت منحافظ على بلدنا. الحلو بهيدي الضيعة إنها كتير قريبة على مركز المدينة اللاذقية، يعني ب15 ل20 دقيقة بالكتير بتوصل على الضيعة. وبصراحة يعني المبلغ اللي دفعناه لأن طلعنا على هيدا الضيعة كان كتير رمزي، كلفت يعني بالمواصلات العامة على الشخص 4000 ليرة سوري. وهيك بنكون قضينا أحلى رحلة بأحلى ضيعة. أنا كتير حبيت هيدا المكان، وبصراحة بحب إني كلياتكم تروحوا وتشوفوا جمال هيدا المكان، أكيد رح تحبوه. رحلتنا اليوم هي كمان بضيع الساحل اللاذقية، وخصوصا جبل الأكراد. بس بصراحة هالمكان هيدا كتير زعلني لأني كانت البيوت هون مدمرة بشكل كامل. بس الحمد لله شفنا هيك كتير عالم عم ترجع وتحاول هيك كل واحد عم يرمم محل بيته، عم يرمم مثلا محله ويفتحوا مشاريعهم الخاصة. وهيك الله يوفقهم يا رب. انتو ما بتتخيلوا انه هيدا كان المكان مهجور
تقريبا من شي سنة، يعني ما كان في حدا أبدا هون، وما حدا كان بيسترجي يطلع على هيدا المكان، لأني هو كان يعني عبارة عن بس ألغام، وبصراحة يعني مدمر، وكتير كتير كتير مبين عليه الحرب. شيخ الكار، شيخ الكار، حج عدنان، شيخ الكار، حج عدنان، حج عدنان حمده. طول. حج عدنان يسوي. يا ابو الملوك. الله معك، الله معك. الله الله، طيب يا حجيه. انا حمد ابوي ده اسماعيل مصطفى حمد، اسماعيل مصطفى حمد اسماعيل حمد، وهذا تعهد شو اسمه. بس هي سوريا دائما بين الدمار بتلاقوا هيك العالم عندها أمل وبدها ترجع تعيش. وطبعا أكيد يعني إذا بدنا نحكي على طبيعة سوريا صحيح بتلاقوا دمار، بس إلا بين هالدمار ما يطلع شي حلو. يعني مثل ما شايفين نحنا تركنا ضيعة سلمى وإجينا على شلالات حزيرين يلي موجودين كمان بجبل الأكراد. بس الحلو بهيدون الشلالات اني لازم تنزلوا على الوادي لتحت، يعني من الجبل لفوق تنزلوا هيك لآخر الوادي وتقعدوا هالقعدة الحلوة. ايوه ما شاء الله، احنا بقلب الوادي. ايه صح صح. في قعدة هون كتير حلوة وبسيطة جنب الشلالات مباشرة، هيك في عالي حلوة حاطين كراسي وطاولات هيك بسيطين، بيجيبولكن القهوة والشاي والمشاريب، بس أكل ما في، فإذا قعدتكن مطولة يا ريت تجيبوا انتو أكلكم معكم. احنا جبنا معنا مناقيش من عند عمو الحاج عدنان اللي بيعمل مناقيش كتير طيبة بسلمى. انتو شفتوه بالفيديو من قبل صورتوا، وفينكم انتو كمان تشووا اذا بدكم. تعالوا اطلعوا لك بس على فكرة تعرفي انه هاي المي مفلترة مليون بالمية؟ والله العظيم عم قلها مفلترة لك، لانه بطبقات الأشربة وهيك. يعني صار زمان انتي بلا سكر؟ لا انا بحط لها شوي مالها. يلا طيب مع الأمانة. هالأماكن هي كلياتها رح اكتب لكم وين موجودة بصندوق الوصف، فإذا حبيتوا تروحوا على اللاذقية يعني ما بس تروحوا على البحر، لأن اللاذقية فيها كتير شغلات غير البحر متخباية بقلب الجبال. فجأة نحن وقاعدين اجوا جماعة وصاروا يرقصوا سوا مع خاله. نحن بصراحة ما بنعرفهم، بس هيدا الشي بيعكس قديش نحن السوريين فرحانين الحمد لله ببلدنا من جديد، والله هيك الله يديم علينا يا رب. يعني نحن بصراحة هي الأجواء مستفقدين لها كتير بالغربة، لأني نحن هون معنا هيدي الحياة الاجتماعية مثل اللي موجودة بسوريا وبالبلاد العربية. زمن وزمان القمر ما بان. هاي هو شلالات زيرين، ورحب بكم. سبحان الله، هاي شجر الدرب، وهنا الوادي المنيرة. ايه والله خالو منورة فيك ما شاء الله سبحان الله. كمان مكان تاني حلو طلعنا له بعد ما خلصنا قعدتنا بشلالات حزيرين، وانطلقنا لوحدة من أعلى المناطق بالساحل السوري. هون بتكون الدنيا
كتير برودة، الناس بتجي بتتخبى فيها من الشوب. أكيد حزرتوا وين هيدا المكان. عم بحكي على صلنفة. أكيد هيدا المكان اللي هو وجهة سياحية لكتير من السوريين. بصراحة هيدا المكان كمان بالشتوية بيكون مغطى بالثلج. المكان هون بارد جدا، فإذا انتو اجيتوا حتى انتو بالصيف جيبوا معكم جاكيت، لأني بالليل بصير برد. صلنفة مشهورة بقعداتها الجبلية. صايرة كتير يعني هيك، هي منطقة كتير عالية، بتحسوا حالكم هيك قراب على السما تقريبا. وبصراحة كمان مشهورة بمناقيش الطيبين عند خالته أم دريد، فنحن هون بطريقنا لحتى نروح ناكل مناقيش كمان عند خالته أم دريد، لأن هيدا اليوم برعاية المناقيش والمعجنات. المناطق هون كتير قريبة على بعضها صح، بس أنا بنصح أني تاخدوا سيارتكم الخاصة، أو حتى أني تطلعوا مع تاكسي مثلا تستأجروه ليوم كامل، لأني المناطق هون كتير حلوة، ومشان تلحقوا تعملوا كل شي مع بعضها فلازم الواحد يكون عنده سيارته الخاصة. فأنا هيك بنصح بصراحة. ما بعرف كيف صرت بعمري قرار. فيكم تحسوا البرودة من هاي الغيمة اللي انتو شايفينها، يعني حرفيا نحن كنا بالصيف تحت بالمدينة وطلعنا على الشتاء. يا تخيلوا بعد بكره العيد. ما شاء الله. بعد ما أكلنا المناقيش اللي كانوا فعلا طيبين، طلبنا متى. بصراحة هيدي واحدة من أهم طقوس اللاذقية أو الساحل السوري، أو حتى يعني هلأ تقريبا بكل سوريا صارت إني نشرب متى كتير. وهيدا المكان بصراحة بحاجة مشروبات ساخنة، شاي، قهوة، متى، أي شي ساخن. بأيام الشوب الكتير صلنفة بتكون كتير معجوقة، بس نحن الحمد لله رحنا على سوريا ببداية الصيفية، فما كان فيها الشوب الكتير، فلهيك كانت صلنفة ما كتير معجوقة وما كان فيها كتير عالم. يوم جديد، مشوار جديد، فكملوا معنا الفيديو للآخر. إذا في شي واحد رح اشتاق له باللاذقية هو المعجنات، لأني بصراحة باللاذقية وين ما بتروح بتلاقي تنور أو بتلاقي مطاعم هي عبارة عن سمك، بس بصراحة كتير طيبين. هي الأكلات نحن عنا باللاذقية كتير مشهورة، فأي حدا بيروح على اللاذقية رح يشبع معجنات. هون وصلنا لهيدا المكان يلي ما ضل حدا بالسوشيال ميديا إلا وما حكى عنه. كتير في عالم اجت على هيدا المكان صورته ونشرت عنه، بس بصراحة ما مثل الواقع أبدا. كده عم أحكي على وادي الملوك يلي موجود بريف جبلة. المكان مليان كتير قعدات ومطاعم مع نشاطات وألعاب مناسب للعائلات واللي معهم أطفال كتير رح يستمتعوا.
بوادي الملوك كل المطاعم بتستقبل جروبات جاية من برا سوريا. شفنا كتير جاليات عربية وسوريين. بصراحة بنصحوا بكل شدة انكم ما تفوتوا هيدا المكان. شفت كمان اني حتى من قلب سوريا عم ينظموا رحلات لحتى ياخدوكن على هيدا المكان، فيعني الروحة لهنيك كتير سهلة. هون في فعاليات كتير حلوة انكم تعملوها. فينكم تطلعوا على الجسر تتمشوا فوق البحيرة، فينكم تطلعوا على البسكليت مثل ما طلعهم بسمة الوحيدة اللي قدرت تتجرأ وتطلع على البسكليت. ارجع عيطنا مصطفى، ارجع عيطنا. ما تخلوها تطلع. صافي ارجع عيطنا. وحدة من الفعاليات يلي موجودة بوادي الملوك انكم انتو تطلعوا على هيدي المرجوحة. بس بصراحة بدها قلب كتير قوي وحدا يكون كتير جريء انه يطلع فيها، لاني بتوقع القلب. هن هيك وقاعدين عم يفلتوكم بتحسوا حالكم اني مثل هيك هبط قلبكم. بس فعالية كتير حلوة، ويعني تجربة مرة بالعمر، ليش لحتى الواحد ما يعملها. بالنسبة للأسعار بصراحة أنا شفتها كتير بسيطة ومناسبة، يعني هيك يعني فعاليات ممكن برا سوريا تكلف أكتر بكتير. حتى بالنسبة للولاد بيقدروا كمان هن يجربوا هاي الفعاليات، بس بيكون معهم حدا كبير مشان يعني الأمان أكتر. واحدة من الفعاليات يلي بصراحة يعني أنا ما بعرف إذا فهمتها ولا لأ، إن العالم هنيك بتتجمع وبيكون في دي جي وبيرقصوا وبيتسلوا. بصراحة يعني يا جماعة أنا هيدا الفيديو كتير تعبني والله، فيعني يا ريت إنكم تشتركوا بالقناة وتعملوا لي لايك، لأني يعني أنا هيدون الفيديوهات جمعتهم وقاعدة عم بعملهم فويس أوفر وبصراحة بتعب. بنفس اليوم المسا بالليل بنت خالي كانت عاملة مفاجأة لأختي الصغيرة بمناسبة عيد ميلادها.
لا. هدية بسملة هي إني أخدناها على الأورنج مول لتنقي هي الهدية اللي هي بدها إياها، وبنفس الوقت الأورنج مول فيه فعاليات كتير حلوة، فطلعنا ولعبنا بولينج وتسلينا. هالمكان بصراحة فكرة كتير حلوة لأي حدا مثلا هيك عيد ميلاده يجي ليفرغ طاقة ولحتى يلعب ويحتفلوا مع بعض هو وأصحابه، وبنفس الوقت كمان مكان كتير حلو للولاد. بسم الله ما شاء الله، بسملة عنا اياها ما شاء الله، يعني حظها ضارب لوين، يعني تخيلوا عيد ميلادها واحتفلنا فيها كذا مرة وربحت كمان هي علينا بالبولينج. وإذا بتفكروا إني نحنا خلصنا السهرة بتكونوا غلطانين، لأني بعد كل هيدا اللعب كلياته كمان بنت خالي التانية كانت عازمتنا لعندها مشان نكمل السهرة عندها. بسوريا في بركة بالوقت وما شاء الله ما بتقعدوا بالبيت أبدا، يعني دائما في سهرات ومشاوير وقعدات حلوة، يعني نحنا هون بالسويد مستحيل نلاقي منا يعني هيدا الفايب، وسبحان الله أبدا ما نحس بتعب. حابة بنهاية هيدا الفيديو أذكركم بإنكم تشتركوا بالقناة وتساعدوني أوصل لأكبر عدد من المشتركين. شكرا، باي باي.